بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن 3 انتخابات نزيهة في تاريخ مصر الحديث. الانتخابات الأولى عام 1924 ميلاديا جرت في أجواء تاريخية بعد ثورة 1919 ميلاديا، حيث أصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير الذي يعطي استقلال نسبي لمصر، وكذلك صدر دستور 1923 ميلاديا، وهو أول دستور يتم تفعيله في تاريخ مصر الحديث، وينص على إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب بحكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاؤه، ويقوم الحزب الذي يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة. والحقيقة أن هذا الدستور كان جيد كخطوة مهمة للحياة الديمقراطية، ولكنه لم يخل من أوجه النقد، مثل أنه أعطى الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة، فمكن الملك وهو صاحب السلطة التنفيذية من التحكم في السلطة التشريعية وهي البرلمان. وفي 23 يوليو 1923 ميلاديا ألغيت الأحكام العرفية، وخاض الوفد بزعامة سعد زغلول الانتخابات في يناير 1924 ميلاديا، وجاءت النتيجة أن فاز الوفد فوزا ساحقا وحاز على غالبية مقاعد البرلمان، بينما نجح عدد قليل من حزب الأحرار الدستوريين برئاسة عبد الخالق ثروت. وشكل سعد زغلول وزارة برئاسته، فكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب، وسميت وزارته بوزارة الشعب. عرض سعد باشا برنامج وزارته، وكان يهدف إلى التخلص من التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر. فطرح سعد زغلول المطالب الوطنية، وهي الاستقلال التام بجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد، قيام مصر بمسؤوليتها في حماية قناة السويس، حرية الحكومة المصرية في وضع سياستها الخارجية. الحكومة المصرية هي التي تتولى شؤون الأقليات والأجانب، ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذه المطالب وناصبت وزارة سعد العداء. وجاءتها الفرصة عندما قام أحد المصريين بدافع الوطنية باغتيال سردار الجيش المصري في السودان سيرلي ستاك وهو في القاهرة، فاستغلت الحكومة البريطانية هذا الحادث، ووجه اللورد اللينبي إنذارا لوزارة سعد زغلول يطالب فيه أن تقدم الحكومة المصرية اعتذار عن هذه الجريمة، وأن تقدم مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب، وأن تقدم تعويضا مقداره نصف مليون جنيه استرليني للحكومة البريطانية، وأن تسحب القوات المصرية من السودان، وأن تقوم بزيادة مساحة الأراضي المزروعة مقطنا في السودان. كان الإنجليز يهدفون من هذا الإنذار إبعاد مصر عن السودان لتنفرد به بريطانيا، ووضع السودان ومصر في تنافس اقتصادي حول محصول القطن، وظهور إنجلترا بمظهر المدافع عن مصالح السودان إزاء مصر. وافق سعد زغلول على النقاط الثلاث الأولى ورفض الرابعة، فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان، فقدم سعد زغلول استقالته. بعد استقالة سعد زغلول قام الملك فؤاد بتكليف زيور باشا برئاسة الوزارة، كما قام بحل البرلمان، ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارج البرلمان وقرروا التمسك بسعد زغلول في رئاسة الوزراء. فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطعة بحرية عسكرية قبالة شواطئ الإسكندرية في مظاهرة تهديدية. لذلك قرر سعد زغلول التخلي عن فكرة رئاسة الوزراء حتى لا يعرض مصر لنكبة أخرى مثلما حدث عام 1882 ميلاديا. وللأسف لجأ الملك إلى تزوير الانتخابات المتتالية ليمنع وصول الوفد إلى السلطة، فنجح في كثير من الأحيان وقليلا ما فشل. كما ضغط المندوب السامي البريطاني في انتخابات كثيرة لإسقاط مرشحي الإخوان المسلمين في دائرة الإسماعيلية وغيرها. الانتخابات الثانية عام 1950 ميلاديا جاءت في ظروف مختلفة، فقد كان من مصلحة بريطانيا أن يتولى الوفد رئاسة الوزراء، لأنه القادر على التحكم في الحركة الوطنية بعد تدهور شعبية فاروق. أما الملك فاروق فقد رأى أن يقوم بلعبة سياسية تحسب له بعد تدني مركزه، وذلك بتخفيف حدة الهجوم على الوفد وإبداء مرونة في دخول الوفد في وزارة قومية. وفي نفس الوقت رأى الوفد أن من مصلحته الملاينة مع فاروق للوصول إلى الوزارة. ومن ثمار هذا التقارب دخول الوفد في وزارة حسين سري القومية التي استمرت حتى جرت الانتخابات في 3 يناير 1950 ميلاديا، وفاز فيها الوفد بأغلبية ساحقة،
وبذلك قام النحاس بتشكيل الوزارة الرابعة للوفد والأخيرة لمصطفى باشا النحاس. ولكن كثير من المؤرخين رأى أن هذه الوزارة كانت مخيبة للآمال بدرجة كبيرة، وتحمل في طياتها موائمات مشبوهة بين الحكومة الوفدية والملك. وكانت مصر تتعرض لظروف اقتصادية صعبة أسهم فيها الملك والحكومة معا، حيث جمعتهما صفقات على حساب المصريين، فكان ذلك إيذانا بالانهيار وتحرك الشعب ضد النظام بأكمله. وعلى الرغم أن وزارة النحاس أبدت تعاون كبير مع الملك في تصريف مصالحه، إلا أن الملك ما لبث أن مل منها وأراد التخلص منها وتحملها وزر الظروف الاقتصادية المتردية. وكانت وزارة النحاس تحس بدنو أجل إقالتها، فعمدت إلى لعبة سياسية إنقاذا لشعبيتها، فقامت بإلغاء معاهدة 1936 ميلاديا، وتم في ذلك في مساء 8 أكتوبر 1951 ميلاديا. وأقدمت الحكومة على هذه الخطوة في ذلك التوقيت حتى تمنع الملك من إقالتها، لأن إقالتها في ذلك الوقت سيجعلها تبدو أمام المصريين شهيدة الوطنية. ولكن الشعب كان يغلي كالبركان ويتحين فرصة للثورة، فقامت مظاهرات في 26 و 27 ديسمبر 1951 ميلاديا في القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات، وصفت بمظاهرات مليونية، وكانت طلب العنصر الرئيسي فيها. وهدفت ضد بريطانيا والملك وحافظ عفيفي الذي عينه فاروق رئيسا للديوان في 24 ديسمبر، وكان معروف بميله للإنجليز. وانفجر البركان في 26 يناير 1952 ميلاديا بما يعرف بحريق القاهرة، وكان ذلك إذانا بزوال النظام كله وقيام نظام جديد. الانتخابات الثالثة عام 1976 ميلاديا، وفي عهد جمال عبد الناصر دخلت الحياة النيابية فترة كمون طويلة لم تخرج منه إلا عندما أعاد السادات التعددية الحزبية، وقامت انتخابات 1976 ميلاديا، وهي الانتخابات النزيهة الثالثة التي جاءت بشخصيات معارضة لسياسة السادات، وخاصة اتفاقية كامب ديفيد. وانتهى الأمر بحل المجلس عام 1979 ميلاديا وإقامة انتخابات أخرى جرى فيها التزوير على نطاق واسع، لتأتي بمجلس نواب وافق على اتفاقية السلام مع إسرائيل باستثناء صوت واحد، هو صوت المستشار ممتاز نصار عضو مجلس النواب عن دائرة البداري أسيوط، وهي الدائرة الوحيدة التي لم تفلح الحكومة في تزوير أصواتها. ويظهر جليا من تاريخ هذه الانتخابات الثلاثة أن قيام انتخابات حرة ونزيهة مرة واحدة لا يدل على وجود قاعدة ديمقراطية لحكم الشعب وتداول السلطة، وأن الشعب يجب أن يظل واعيا ولا يسكت أمام أي انتكاسة لنزاهة الصندوق، حتى يتم ترسيخ هذه القاعدة بصورة تمنع أي انقلاب عليها من السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس أو الحكومة. وهذه المعلومة مأخوذة من موقع تاريخ مصر من أجل استعادة الأمة. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.